هتاكل انا على الله يابا. يابا استنى، ده انت لسه جاي من السفر وما لحقتش تتغدى. طب اقعد شويه ارتاح من الطريق بس. مش وقت راحه، هاجي اعمل اللي انا عايزه بس عشان اوصل اختي هسلم عليها واسلم على ابنها كده، وجوزها هناك بعت لها معايا فلوس راح اوديها لها عشان اخلص من الامانه دي. ماشي يابا. ماشي يابا، ولا لو لقيتها عامله حاجه حلوه هتغدى معاها هناك. ماشي يا حبيبي. خلاص يابا. ماشي. يلا سلام. سلام. مين؟ اخويا تعالى يا اخويا، الحمد لله على السلامه. يا نور عامله ايه؟ تعالى يا اخويا، تعالى ادخل. لا ما هندخل، ما تقلقيش هندخل. ادخل فين يا نور؟ الساعه 3 يا نور، انت لسه صاحيه من النوم؟ يا اخويا، ما يومك كده على طول الليل سهرانه يا اخويا. طول الليل سهرانه، الشاشه يابا قدام الشاشه يابا، وماسكه التليفون في ايدك طول الليل ومقضيها شيبسي واندومي. والكلب شغال هناك شجيان عليكي في بلاد الله طلعان عينه، عشان في الاخر يا رب هنا بهايم. صح؟ حماتك بتكنس البيت، بتكنس المدخل تحت، ما بتنزليش تعملي مكانها ليه؟ ما بتنزليش تكنسي ليه مكان حماتك؟ يا شيخه افتكري لها حاجه حلوه، هي زي الطين بس خلفت لك لطخ، مخلفه بغل، شغال في بلاد الله شعرجان عليك انت وابنك. مش مخليكوا عايزين حاجه، معلش ردي لها حاجه، عوضيها يا شيخ عن ابنها اللي غاب عنها يا شيخ. عندك حق والله يا اخويا، عندك حق. حماتك واقفه على رجل ونص مش قادره تقف، هل بتكنس المدخل وانت صاحيه الساعه 3؟ ايه العفه؟ ايه البيت ده؟ ايه البيت ده؟ طب انتوا كلتوا بسكوت ارموا اللي بتاع ده في الزباله والكراريس وحاطه لي الكوتشيات على السجاد، وريحه بيتك معفنه قسما بالله ما قد رغف. يا اخويا ما انا بقول لك لسه صاحيه ما عملتش حاجه. ما انت كنت في بيت ابوك قبل ما تتجوزي كانوا مشيلينك طين، وكنت بتقومي بدري للصغير والكبير، جيتي هنا اتدلعتي بقيتي ملكه الجمال، على رجلك نكش الحنه، ملكه جمال الشارع انت، والبغل هناك طلع على عينه في بلاد الله اقسم بالله ما شاف يوم حلو. ايه يا بنت اللي بتعمليه ده؟ وسخي ايدك ونضفي بيتك شويه، كنسي ومسحي كده واظبطي الدنيا كده. ايه في ايه؟ حاضر يا اخويا. جوزك بعت لك معايا فلوس والله. طب كويس، هو عامل ايه صحيح؟ انا اقول لك عامل ايه؟ تصدقي بالله؟ لا اله الا الله. قسما بلا اله الا الله، جوزك بقى بينام صوت عياطه في ودني. مالك يا ابني؟ قول يا عم اكل العيش والذل وحكم النفس عن النفس. انا تعبت يا حماده، جوزك عايز يرتاح، جوزك تعبان، جوزك كل يوم بعيط هناك من الذل ومن حكم النفس عن النفس ومن المرمطه عشان اكل العيش. طب ما تنزل يا عم يقول لي لا مراتي وابني يا عم لازم اعيشهم في احسن مستوى، ومراته هنا معفن صحيه من النوم الساعه 3 وبيتها قسما بالله كانها مزرعه خنازير، الواحد مش طايق ريحته. حرام عليك يا بنت. الواد محمد ابنك فين؟ اسلم عليه. تسلم عليه؟ قولي له كلم خالك. يا محمد. محمد يا محمد تعالي يا ابله، تعالى يا محمد. هو تحت. انت في الشارع من امتى يا محمد؟ ابنك في الشارع من الساعه 8 الصبح، ابنك عمال يشحت من على كل باب رغيف. ده منظر واحد ابوه متغرب علشانه، شايفه الواد هدومه عامله ازاي وشكله عامله ازاي، شايفه الواد وشه عامله ازاي. انت لازمتك ايه في الدنيا؟ ما لو كل واحد هتعمل زيك، اصل انا خلاص ما انا متجوزه عشان جوزي، طب جوزي بره خلاص مسافر، لا انا كده مسؤولياتي خلصت، انا اجازه لحد ما يرجع. لا اخدم امه، روقي بيتك، شوفي وراكي ايه، حرام عليك. خش يلا ما اشوفكش في الشارع بدري تاني. قبل ما تصحى من النوم، قبل ما تنزل صحيها، خليها وتصحى الصبح تفطري الولد. انا عارف هيبقوا طلب صعب، طلب صعب بس ان شاء الله هيتحقق. حاضر. ايه يا ست في ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه اللي انت بتعمل؟ اقول لك حاجه، جوزك كان باعت لك فلوس قسما بالله ما هتاخديها، انا هديها له تاني هقول له انت اولى. هات لك هدمه نظيفه هناك، كل اكله حلوه بدل ما انت حارم نفسك عشان خاطر عيالك، شغال هناك في بلاد الله وطلعان عينه عشان في الاخر يا رب هنا بهايم. حرام عليك. اصحي بدري وروقي بيتك وانزلي شوفي حماتك عايزه ايه. اصل في واحده تقول لك بس انا متجوزه جايه البيت عشان جوزي، طب انا جوزي مسافر بس خلاص، ما هو الراجل مش هنا، انا اجازه لحد ما يرجع. تبص تلاقي فرده الشراب مرميه بقالها سنه ما اتشالتش، تبص تلاقي البيت ملوش دخله، تبص تلاقيها عامله ملكه جمال الكوكب، ضوافري ما ينفعش تبوظ. بالله عليك يا شيخ، لما تبقي قاعده في بيت عيله او ليكي شقه فيها قاعده فيها وجوزك مسافر، حاولي انت معلش تعوضي امه وابوه. الناس دول تعبوا وكبروا لحد ما طلعوا لك لطخ يعرش على زريبه، شغال في بلاد الله عشانك. حسسيهم انك بنتهم. اصحي بدري، كنسي الشارع وروقيه وكنسي بيتك واظبطي الدنيا كده يا شيخ، اشغلي نفسك. مقضيها شيبسي واندومي، جوزك مسافر بقاله كام سنه، انت عملت فيهم ايه او ظهر عليك ايه؟ مسؤولياتك يابا، الزوجه وظيفه مسؤوليه. جوزك موجود مش موجود بالله عليك يا شيخ، بالله عليك. عياله وابوه وامه معلش اكرميه، هو شغال في بلاد الله وقسما بالله طفح الكوت، ما بياكلش لقمه حلوه وبيلبس هدمه نظيفه طلعان عينه عشان في الاخر يا رب هنا بهايم.
اثبتوا له انك بنت اصول. اعمل ايه عشان ارد له جميله؟ شيل ابوه وامه معلش، روقي بيتك، خلي عشان البني ادم لما تيجي الناس تخش بيتك وتشوف وتقول الله ينور عليه فعلا عرف يختار، مش يبقى شغال في بلاد الله وحارم نفسه عشان يربي بهايم هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.